يلا بقى نعمل احلى كيك بلح وباسهل طريقه وبمكونات باذن الله موجوده كلها في البيت. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا بسرعه نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجه هبدا بيها هي كرمله السكر. رفعت طاسه على النار، الطاسه تكون ناشفه تماما يعني ما فيهاش اي ميه نهائي. نزلت فيها بنص كوبايه سكر، مش بقلب السكر نهائي، يا دوب بحرك الطاسه بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. من اول هنا انا بستخدم نفس الكوبايه في كل المكونات، واول ما السكر يبدا ياخد لون من النص بالشكل ده وقتها هبدا اقلب بمعلقه برضو تكون ناشفه تماما، عشان لو المعلقه كانت فيها ميه الكراميل هيسكر معايا. واقلب بالراحه كده، كل السكر هيدوب. وقتها اهدي النار خالص علشان الكراميل ما يتحرقش. واول ما ياخد اللون الذهبي الغامق اللي انتوا شايفينه ده هنزل بمكعب زبده بمقدار حوالي معلقه كبيره، وهقلب والنار تكون هاديه. واول ما الزبده تدوب وتتداخل تماما مع الكراميل ارفعه من على النار على طول، وبكده الكراميل يكون جاهز. الصينيه اللي هعمل فيها الكيك تكون جنبي، علشان لو سبت الكراميل شويه بيبقى سهل جدا ان هو يتماسك، فلازم الصينيه تكون جنبي. عندي حاجه من التلاته، لو ضامنه ان الصينيه بتاعتك تكون ما بتلزقش انزلي بالكراميل على طول، لكن الاضمن ان يا اما تدهنيها فرشه زبده الاول قبل ما تنزلي بالكراميل، يا اما تدهني فرشه زبده وبعدين ورقه زبده وتدهني تاني ورقه الزبده فرشه زبده تانية. كده اضمن ان مفيش اي حاجه هتلزق منك، وهتضمني ان الكراميل ما يلزقش منك تماما. دلوقتي انا بعد ما نزلت بالكراميل ووزعته، لو في حالة ان الكراميل مسك منك ومعرفتيش توزعيه كويس، الصينية هدي نار خالص وحطي الصينية تانية على النار وابدأي بالمعلقة وزعي الكراميل اول ما يبدأ يفك معاكي شوية. معايا البلح الرطب او البلح الاسود، قشرته وطلعت طبعا النواة بتاعته. بعد كده بدأت أقسمه الأنصاف وبدأت أوزعه في الصينية داير ما يدور بالشكل ده. البلاحية تبقى وشها لتحت عشان لما أجي أقلبها تبقى مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده. هوزع كل الكمية داير ما يدور بأي شكل انت عايزاه. أنا هنا كنت خلصت الصينية كلها، هسيبها بقى دلوقتي على جنب وتعالوا ندخل في طريقة الكيكة. في الخلاط معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. ادي أول بيضة، ادي التانية والتالتة. بما ان في بيض يبقى لازم يكون في فانيليا، يبقى كيس فانيليا. دي طريقة الكيكة العادية خالص. ومعلقة صغيرة من الخل، نص كوباية من السكر. هفكركوا تاني، نفس الكوباية بعاير بيها كل المكونات من اول السكر بتاع الكراميل لحد الدقيق اللي هو اخر حاجة خالص في الكيك. هضرب البيض مع السكر مع الخل والفانيليا كويس جدا لمدة حوالي دقيقتين لحد ما كل حبيبات السكر تدوب تماما ولون الخليط يبقى فاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفصل الخلاط ونزلت عليه 3/4 كوباية من المواد الدهنية زبدة سايحة على زيت. انا حطيت نص كوباية من الزبدة وربع كوباية من الزيت، ونزلت كمان بكوباية من اللبن الدافي مدفيه خفيف كده على النار، وحوالي 5 أو 6 بلحات كنت مقشراهم وشايله منهم النوى بتاعتهم، وهنزل بيهم على الخليط وضربتهم تاني لمدة دقيقة، وبكده الخليط كان جاهز. نيجي بقى في بولة نضيفة وناشفة، دخلت كوبايتين من الدقيق برضو بستخدم نفس الكوباية، وكيس من الكيك شيف. كيك شيف بيفرق جدا في طراوة الكيك. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك أو التيك توك. هقلب المكونات الجافة مع بعض كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده نزلت بالمكونات السايلة وهضرب بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد لحد ما يبقاش فيه اي تكتلات للدقيق زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انا نسيت اقول لكم ان انا شغلت الفرن على درجة حرارة 180 بعد ما خلصت ضرب البيض بالسكر، وحطيت الشبكة رف اوسط، يعني بشغل الفرن قبل دخول الكيك ب10 دقايق بس. ودلوقتي كنت بتأكد ان مفيش اي بقايا دقيق موجودة في البولة من تحت ولا في الاجناب، وبكده يكون خليط الكيك جاهز. نزلت بيه على البلح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هوزع كده الخليط الكيك في الصينية كلها، واخبط الصينية حوالي 5-6 خبطات كده عشان اتأكد ان مفيش اي هواء موجود جوه الكيك. وادخل بقى الصينية على طول الفرن الساخن مسبقا زي ما انا قلت لكم، ما ببصش عليها خالص قبل 25 دقيقة. اول ما اشم ريحة الكيكة افتح عليها، بس مش قبل 25 دقيقة، ابص عليها
لو لقيتها استوت لونها اخد اللون الذهبي من فوق خلاص بخرجها. اعرف ازاي ان هي استوت؟ بختبرها من النص بعود خشب، لو لقيته طالع نضيف خلاص يبقى كده الكيك استوى. لو كانت وقتها اخدت اللون الذهبي المظبوط من فوق لوحدها من غير ما اشغل الشوايه اخرجها على طول. لكن لو كانت ما اخدتش اللون الذهبي وقتها ممكن اشغل الشوايه ثواني بس عشان تاخد اللون الذهبي المظبوط اللي انتوا شايفينه ده. خرجتها من الفرن اسيبها بس تبرد شويه عشان وانا بقلبها ما تتكسرش مني. تطلع معايا يا جماعه بالجمال ده. انا مش قادره اقول عليها كيكه، انا عايزه اقول عليها تورتايه يا جماعه، من كتر شكلها الحلو، من كتر ما هي طعمها خطير. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي؟ الكيك هش جدا واسفنجي. مقدار السكر اللي انا حطيته ما كانتش مسكرها تماما، ما كانت مطلعه سكرها مظبوط، ان انا قسمت كميه السكر، نص الكميه حطيتها في الكراميل ونص الكميه حطيته في الكيك مع تسكيره البلح الحلوه، فطلع لي طعم الكيك حلو قوي. غير الكيك نفسه هش واسفنجي وخفيف، ميكس البلح مع الكيك مخلين طعم الكيك حلو قوي. يكفي كوبايه شاي بس جنبه وخلاص على كده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، تشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. اخيرا ما تنسوش اللايك والشير.